في كام صديق عندك على الفيسبوك وانت اصلا ما تعرفوش؟ طب بلاش ما تعرفوش، خليني اسالك، تعرفت على كام واحد على الفيسبوك وبقيت تعتبره صديق مقرب ليك وبتتكلم معاك وانت اصلا ما تعرفوش؟ لا لا لا، ما تقلقش، انا مش جاي اقول لك انه ممكن يستغلك ويبتزك والحاجات دي، انا جاي اقول لك انه ممكن ما يكونش موجود اصلا، حتى لو موجود ممكن يكون مش هو الشخص اللي انت اتكلمت معاه. ده اللي حصل بالظبط لواحده اسمها كيرات، كانت بتشتغل مذيعه في راديو لندن، تعرفت عادي على شخص على الانترنت، حبوا بعض وكانوا هيتقابلوا خلاص، بس كانت حصلت له حادثه منعته يعني عن المقابله دي. علشان يطمنها على نفسه كان بيبعت لها فويسات وشات وصور وفيديوهات، حتى وهو في الحادثه وعلى السرير كان بيبعت لها فيديوهات بده. مش بس كده، ده كان معرفها على اهله وبيبعت لها صورهم، كان نوع من انواع اثبات الجديه في العلاقه يعني. حقيقه الست مشكوره فضلت تحبه 8 سنين ومستنيه على امل ان حالته تتحسن ويخف ويتقابلوا وهي تروح له او هو يجي لها، لكن مفيش فايده، لحد ما ست كيرات دي قررت ان هي اللي تبحث عنه، ووصلت فعلا لعنوانه وراحت. ولما راحت له وبتخبط على باب بيته لقيته بيفتح لها الباب، بيقول لها انت مين؟ انا ما اعرفكيش. طبعا هي اتفاجئت، وخصوصا لما لقيته انه شخص متجوز وعنده اطفال وليه بيت واسره، واللي جننها اكتر انه بيتظاهر انه مش عارف حاجه عنها. ازاي ده حصل؟ ايوه هو اللي كان بيبعت لي صور وفيديوهات، فهو شكله. كيرات مش بس حصل لها صدمه نفسيه، كمان حصل لها صدمه عاطفيه، واول حاجه جت في بالها ان هو بيتخلى عنها وكان بيتسلى بيها الفتره اللي فاتت دي كلها، وبدات تاخد خطوات جديه في انها تقدم بلاغ ضده انه بيتسلى بيها. وهنا الموضوع دخل في الجد، والراجل اصر على موقفه، وهو كمان راح للشرطه وقدم فيها بلاغ انها بتقتحم حياته وبتدعي اشياء حصلت غير حقيقيه. في النهايه طبعا ظهرت الحقيقه ان الشخص ده لا كان بيكلم كيرات ولا كان بيبعت لها صور ولا اي حاجه. 8 سنين كامله كيرات بتكلم في شخص وهمي، ويا ريته كان راجل، لا ده كان واحده ست، والست دي هي بنت عمها اللي قعدت تشتغلها 8 سنين وتهزر معاها الهزار البايخ ده. يظهر ان كان في غيره بينهم ولا حاجه. بنت عم كيرات استخدمت الذكاء الاصطناعي في انها تحصل على صور وبيانات لشخص منتشره على النت بسهوله في اوضاع كتير واشكال كتير وهيئات مختلفه، وعملت منه نموذج بالذكاء الاصطناعي كامل، صوت وصوره وفيديوهات، وكانت بتتواصل مع كيرات بشكل كامل ما يبانش ابدا انه ذكاء اصطناعي. وموضوع الحادثه طبعا هي اخترعته عشان ما كانش ينفع انها تنزل تقابلها، لانها في النهايه شخصيه وهميه. الكلام ده بالمناسبه قصه حقيقيه، وده مش كلامي، ده كلام كيرات نفسها اللي طلعت في بودكاست حكت فيه القصة كلها بعد ما حياتها اتدمرت وحصل لها صدمات كتير. كمان بقى عليها قضية وتعويضات من الراجل اللي بنت عمها كانت بتستغل بيانات عشان تكلمها. اتكلمنا عن الموضوع ده في حلقة الديب فيك، ازاي نقدر نستخدم صور وبيانات عشان نزيف الحقائق ونشوه سمعة ناس في حالهم. لكن المرة دي احنا بننبه انه ما ينفعش تضيف ناس غريبة على السوشيال ميديا حتى لو حاولوا يتقربوا منك، لان بنسبة كبيرة ممكن يكون وراهم مصيبة. الخطورة هنا مش بس ان انت ممكن تنخدع في حقيقة الاشخاص، انك ممكن تكون الطرف الضحية فعلا اللي اتاخدت صوره وبياناته وصوته علشان يتعمل بيهم شخصيه وهميه ويطلع منك نسخه تانية رقميه وانت مش دريان. وجايز لما تبقى تعرف هيبقى وراها مصيبه او كارثه زي القصه اللي حكيناها. وبالمناسبه القصه دي اتعملت في فيلم اسمه سويت بوبي من انتاج نتفليكس، تقدر تتفرج عليه وتعرف تفاصيل اكتر عن الموضوع. فخد بالك يا صاحبي، وقول لي هتضيف ناس تانية غريبه ما تعرفهاش؟